السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. ما تديوش على صوتي شويه باح، ضربني شويه البرد. ولكن غادي نحكي لكم واحد القصه، هي قصه ولكن في نفس الوقت فيها جوج ديال القصص وجوج ديال المعاناه. كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم زوينين وتكثروا ليا من التعليق ومن لي لايك باش تدعموني ان شاء الله. المهم نخليكم مع القصه. أنا سميتي لمياء وعندي 24 عام. تربيت في واحد العائلة اللي عادية ومحافظة، كيف ما تيقولوا ما عندناش وما خصناش. كنت أنا وخويا وكنت أنا هي الصغيرة. قريت حتى وصلت للباك. منين وصلت للباك كان جات واحد خالتي هي ولدها من الطاليان، وهاد خالتي مني كنا صغر ما بقيت شفتها. كنت كنشوف غير خواتاتو وخوتو، اما هي وولدها ما كنتش كنشوفهم بزاف. المهم جات خالتي للدار، جلست معنا واحد شويه، بقات شويه كتهضر معنا وعيطات عليا حتى انا. صافي قالت لي شوفي راه غيجي انور هاد الصيف وراه باغي يتزوج، ما كرهتش ناخذ ليه غير من العائله وما كرهتكش نتيا بالذات. صافي جاتني نيشان، بقيت كنشوف وحشمت وبديت كنضحك. ايوا قالت لي لعقوبتك لدار راجلك، وما لقاش حسن منك وما تلقايش حسن مني. ماما فرحات صراحه بهذا الخبر، قالت لي هذاك الشيء اللي كاين، ارزقها جابوا ليها الله حتى لعندها، ولاش غادي تهرب منه. صافي مشات خالتي وخلاتنا كنتشاوروا مع بعضياتنا. صافي بقات ماما كتدوي معايا شويه، قالت لي راه بلي ولد خالتك راه ما كاينش بحالو وراه خدام مزيان وغادي يدير بيعه وشريه، وانتي واخا غادي تبقاي تقري تعيا، ولكن في الاخير غادي تبغي تزوجي وديري وليدات. حتى انا صراحه ما اعترضتش وسمعت لكلام ماما، وبقيت كنتخايل فيه كيفاش ولا، حيت فاش عقلت عليه يعني كان صغير داك الوقت. صافي هدرنا مع بابا حتى هو ما اعترضش، وهدر مع خويا وداكشي اللي كان، وكنت كنتسنى غير امتى يوصل داك الصيف، وبقيت كنتخيل شحال من حاجه. صافي قلت قريت وصلت للباك ديالي. صافي الله يجعل البركه، حتى انا باغا نتزوج ونولد وليداتي. بصراحه انا ما كانش عندي شي هدف زعما انني غادي نقرا وغادي ندير شي حاجه مستقبلا. لا يعني كان زعما كل شيء التفكير ديالي في انني واحد النهار غادي نتزوج وندير وليداتي وبس. ايوا صافي داكشي اللي كان. وصل الصيف وجاو عندنا للدار، رحبنا بهم وحشمت واحد الحشمه بحال ما عمرني شفت خالتي. جاني هذاك النهار غريب، وليت حشمانه منها. صافي حتى هو ما قصرش من جهده، درنا داكشي اللي قسم الله. درنا العرس، داز داكشي بالزربه دغيا، حضروا الحباب وحضروا صحابنا وجيراننا. صافي مشيت لدار عدوزتي اللي هي خالتي. الدار عند خالتي كبيره تبارك الله، البيت كان كبير بزاف، كان كل شيء فيه، حتى من الدوش كان فيه، ما خلاو ما داروا عليا. وخالتي ما كانش عندها البنات، هو عنده خواتاتو من با، هما اللي كنت كنشوف فاش كنا صغار، كانوا كيجيو عندهم في الاعياد وفي المناسبات. المهم خالتي ما كانتش عندها بنت اللي تكون معاها في الدار، خواتاتو كانوا عايشين مع ماماهم وداكشي اللي كان. صافي جيت للدار وفرحت، وجيت لبيتي وقديته على الذوق ديالي، وهو الصراحه كان كيدير لي اي حاجه بغيتها. المهم كنت يلاه بديت كنتعرف انا وياه. المهم في العام الاول كان كيجيني في شكال، كان كيدخل معطل وشي حوايج كنت كنحاول نفهمهم ونتاقلم معاهم. من بعد منين داز العام الاول وحملت، صافي تبدلت المعامله، ولا كيجي بكري. وليت كنخرج انا وياه بزاف النهار كله وحنا خارجين، وفي العشيه كان كيديني كنخرجوا كناكلوا على برا، وكان كيقول لي ديما شكون تشهيتي، شنو بغيتي، شنو اللي زعما الحاجه اللي تشهيتها بغيتيها ناخذها لك. المهم دوز داك الحماله بخير وعلى خير، واي حاجه كنت بغيتها كانت كتحضر في الحين. حتى في المعامله ما كانش كيبغي يقلقني او لا يعصبني، وكل شويه كان كيعيط ليا في التليفون. صافي وليت كنبغيه بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. حنا عاد بحال جاتنا سن المراهقه، كنبقاو كندويو في التليفون، ملي كيكون في الخدمه كيبقى يعيط عليا يدوي معايا. المهم ديما كنكون كنشقى ودايره الكيتف ودنيا وكنهضر انا وياه. صافي ملي زادت البنيه ديالي فرحنا بها ودرنا ليها السبوع.
المهم كنخرجوا كي خرجنا دائما مره كتخرج معنا خالتي، وخالتي ما كانت كتدخل ليا في حتى شي حاجه، حتى في الشقه ما كانتش كتدخل فيا، وما كانت كتفرض عليا حتى شي حاجه، وكانت كتعاون معايا في كل شيء. وخالتي كانت من النوع اللي الا ما دارتش الحاجه بيديها ما كتبردش ليها، حتى واحد ما كيبرد ليها القلب. وبصراحه كنت كنحس بها بحال صاحبتي، ماشي عدوزتي، ماشي خالتي، يعني قريبه مني بزاف. كنشقى انا وياها كنضحكوا وكنتفرجوا التلفازه في البرامج واللفته، يعني ما كانش ديك العجوزه اللي كتبقى تفرض عليك شي حوايج اولا علاش درتي هادي اولا علاش ما درتي هادي، بالعكس تماما كتعامليك اكثر من بنتها، والحاجه اللي ما درتهاش كديرها. وكيف ما قلت لكم الاكثريه هي كتدير شغلها بيديها، ما كتبغيش اصلا اللي يدير ليها شي حاجه. حتى راجلي قال لي نعزلو الا بغيتي، وراني غادي نشري واحد الدار، ولكن قلت ليه لا. في الاول كنت باغا وفرحانه، ولكن بعد داك الجو العائلي فرحت بيه، وصراحه ما كاينش اللي كان كيخسر لي خاطري في ديك الدار، اولا كنت كندير شي حاجه شي مجهود اولا شي تماره اولا، يعني كانت واحد الجو اللي زوين عائلي، وما كاينش مشاكل، ما كاينش ضغوطات، يعني ما كاين لاش بنادم باش نخرجوا نعزلوا، يعني ما كاينش حتى شي سبب. يعني داك الجو اللي كان في دارنا لقيته في دار ناسي، وكان فيهم الضحك، كيجيو كيبقاو يضحكوا ونعاودوا النكات ونلعبوا الكارطه. صراحه انا عجبني داك الجو العائلي، وبغيت بنتي تربى في داك الجو ومعاهم. كنت باغيها تربى حتى هي مع عمامها ومع جدها وفي داك الجو العائلي. قلت لها ماشي مشكل، شرا داك الدار، وقلت لي صافي خليها ونبقاو مره نمشيو ليها. صافي داكشي اللي كان. بصراحه حتى هو فرح، قال لي فرحتيني بهذا القرار اللي خديتي، زعما اننا غادي نبقاو جالسين مع خالتي في الدار. ايوا المهم داكشي اللي كان. دوزنا ديك 3 سنين الاولى فرحانين، ما كاينش خصومات بزاف، ما كاين، المهم كيكونوا دوك الاختلافات بعض المرات، ولكن المهم كيدوزوا. ما كاينش شي عائله ما كتدوز من دوك الاختلافات، سواء مع العائله اولا المزوجين بوحدهم، المهم عادي داكشي كيدوز. المهم كنت فرحانه بالزواج ديالي، فرحانه ببنتي، وفرحانه بداك الجو العائلي اللي كنت فيه. كنمشي عند ماما كتجي عندي، ما كاينش المشكل. المهم خلاص ماما وخالتي كانت دائما ماما عندنا في الدار، يعني صافي كتسالي ماما الشقه ديالها في العشيه، كتجي كتبقى جالسه معانا، ولا كنمشيو حنا عندها. المهم ما كنتفارقوش، يوميا تقريبا كنت كنشوفها، حتى لواحد النهار عاوتاني لقيت راسي حامله. في الاول ما كنتش باغا، على قبل بنتي كانت مازال صغيره. صافي قلت ماشي مشكل، الحمد لله يلا يكبروا معنا، وزعما كاينه العائله اللي غتعاوني. صافي ديك الحمله الثانيه كانت دازت صعيبه من الاول ديالها، ولقيت عندي وليد، وزات كملت الفرحه ديالنا، وراجلي كان غيطير بالفرحه. صافي داز ديك الحمله بخير وعلى خير، ولات الوليد ديالي ودرنا له السبوع، ولدي حتى هو بدا كيتمشى. صافي وقلنا غادي نختنوه، عطلنا عليه الختانه شويه، قال لي يا راجلي حتى يولي يتمشى شويه ويعرف عاد باش نختنوه. صافي داكشي اللي كان. صافي نهار الختانه ديالو درنا الحفله في الدار، عرضنا على الناس اللي كنعرفوا العائله وعلى الجيران، وغير حالين الباب. واحد شويه كتبان ليا واحد المره كتشير عليا بايديها، زعما كتقول لي اجي، كنقول لها دخلي، قالت لي لا زعما اجي عندي برا. صافي ملي خرجت عندها قالت لي على فكره بغيت ندوي معاك ضروري، هبطي عندي لتحت. صافي داكشي اللي درت، هبط عندها سلمت عليها، كيسحاب لي انا في الاول شي وحده معروضه. صافي حتى كتعطيني واحد النمره، كتقول لي ضروري خاصك تعيطي لهاد النمره ضروري، راه راجلك ولد واحد الولد مع واحد السيده اخرى. حطتها ليا ومشات، بقيت غير كنشوف، تصدمت وما فهمت والو. كنقول كيفاش راجلي ولد مع واحد السيده اخرى؟ طلعت مرفوعه، الناس كيضحكوا وكيسلموا عليا وانا ما كايناش. مشيت ديريكت للبيت ديالي، سديت عليا وخديت ديك النمره اللي عطاتني السيده، وهزيت تليفوني وعيطت ليها. كتصوني وهي تجاوبني واحد السيده. قلت لها الو اختي، هاد النمره بغيت نعرف ديال من. رجعت عندي واحد السيده وعطاتها ليا وقالت لي شي هضره، وهي تقول لي داكشي اللي قالت لك راه هو اللي كاين، انا راه بغيت نتلاقى معاك وضروري، والله يرحم لك الوالدين. وكتطلب فيا في التليفون، قالت لي الا قلتي لراجلك شي حاجه راه ما غادي نعاود لك والو، وما تخافي مني وما حتى حاجه، غادي نتلاقاو في شي مكان عمومي وانت اللي تختاريه، في قهوه ولا في الزنقه ولا في شي جرده اللي بغيتي. صافي باش ما دخلتش ليا الشك مني قالت لي هكا. صافي قلت لها حتى الغدا، دابا راه ولدي عنده الختانه وعندنا الناس في الدار وما كاينش كي ندير نخرج.
صافي قالت لي انا راني عارفه وعلى داك الشيء صفه المراه. المهم قالت لي حتى تعيط لي انا راه غنبقى نتسنى المكالمه ديالك. صافي عيطت لها الغد ليه، مشيت ديت ولادي، حطيت ولادي عند ماما وخا ولدي كان مازال مريض شويه ومشيت، وما قلتها لحتى شي واحد. تلاقيت بها في واحد الكافي قريبه للدار وكيجلسوا فيها غير العائلات. المهم تلاقيت معها، سلمت عليها وسلمت عليا، قالت لي عافاك الله يعطيك الستر، سمعي ليا حتى الاخر. كدوي وكتبكي وما كنفهمش هضرتها وتنقول لها شرحي ليا غير بشويه. قالت لي شوفي عافاك، راه انا كنت كنعرف راجلك قبل ما يتزوج بك، وكنت كنبغيه وكان كيبغيني، وحين كنت انا مبليه وكان كميدارهم ما بغاونيش، وحملت معاه وصافي ولدت. صافي وكنت ولدت ولدي، هو كان كيمشي للطاليان وكيجي وكان كيصيفط لي الفلوس على قبل ولدي. صافي كيف ما قلت لك راه دارهم ما بغاونيش زعما نتزوج به، هو احترم القرار ديالهم ما قالش ليهم لا. صافي وانا فسقت الخبر باللي تزوج بيك وقلتها ليه وقال لي انا راه تزوجت، باغي نتزوج ونستقر وندير وليداتي. وصراحه ما فرطش في ولده، كيعطيه وكيصيفط ليه واي حاجه بغيتها كان كيصيفطها ليا. ولكن انا راه بغيت نقيدو في الحاله المدنيه، راه ولدي وصل للسن ديال المدرسه وخاصني نقيدو في المدرسه وخاصو يقرا وما عندوش الحاله المدنيه. وكتبكي مسكينه كتبكي وانا غير كنشوف فيها وكتطلب فيا، قالت لي راه قلت له يقيد ولده هو ما بغاش، وقالت لي الا مشيت حتى قلتها لمدام ديالي راه غدير معايا شي مشكل وغادي نطلقوا، وانا ما باغيش نطلق معاها وما بغيتهاش تكعى. قالت لي انا ما بغيتش نخرب لك البيت ديالك وبغيتك تبقاي مع راجلي، وانا بغيت غير ولدي تقيد في الحاله المدنيه ويقرا بحالو بحال الوليدات. كتبكي وكتطلب فيا وكتزاوق. صراحه انا تصدمت وبقات فيا ديك السيده بزاف لدرجه انني ما بغيتش كنفكر انها كانت مع راجلي ولا هذاك الولد راه ولد راجلي. وليت كحاله انسانيه، وليت كنشوف داك الوليد غيضيع. بقات فيا بزاف وتيقتها فهدرتها باينه عليها ظريفه، وقالت لي انا راه قطعت البليه وقطعت بزاف ديال الحوايج، وانا راني خدامه دابا على ولدي، واخا باه كيصيفط ليه شي بركه ديال الفلوس، ولكن خدامه على ولدي باش اي حاجه بغاها ما تخصو حتى شي حاجه. صافي وراتني التصاور ديالو هذا، وكان فوتوكوبي ديال باباه ديال الزوج ديالي، كان كيشبه لي لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف. صافي قلت لها هان مرتك عندي ودابا نعيط لك. صافي مشيت للدار هذاك النهار مصدومه وخليت ولادي مع ماما وقلت لها رانا مريضه ماما خليهم يباتوا معاك. صافي بقيت جالسه، جا راجلي كيسولني على الدراري، قلت لي عند ماما، وكان كيهضر معايا وانا مرفوعه، وانا كنفكر غير في ديك المراه وداك الوليد. خفت صراحه نقولها ليه ونقول ليه قيد ولدك ويقيدو، ويقول هادي شوف هادي منين عرفت الحقيقه ما دارت حتى شي حاجه، بالعكس عادي زعما عادي عندها نعرف شي وحده. وعاوتاني تنقول استغفر الله العظيم، خلي السيد يقيد الولد ديالو في الحاله المدنيه. يعني اصلا انا ما كنتش كنعرفو داك الوقت، يعني هاد العلاقه كانت قبل ما يعرفني، يعني ما عنديش الحق نحاسبو على العلاقات ديالو قبل ما يتزوج بيا. صراحه تعصبت فقست ما عرفتش اشنو ندير. بغيت نسول عكوزتي، نسولها حيت باينه غتكون عارفه باللي راه عنده ولد، او ما عارفاش ما عرفتش. بقيت كنفكر في بزاف ديال الحوايج، حرت ما عرفتش شنو غادي ندير مازال. واش نهضر مع راجلي ونخليه يقيد ولده في حاله مدنيه، اولا ندير راسي ما عمرني ما عرفت هذيك السيده وانا حيره وما عرفتش اشنو غادي ندير. وصراحه هذه هي القصه، واخا كتبان لكم ما كاملاش. مهم قصه ديال قصة من بزاف ديال القصص ديال سيدات اللي كتكون عندهم علاقات غير شرعية، وصراحة كيبقاو الضحايا هما الأبناء اللي ما داروا لا بيديهم ولا برجليهم. وكنتمنى هاد القصة تكون عبرة ليا وعبرة لكم، وتسناوني إن شاء الله في قصة أخرى. كنتمنى تكثروا ليا من التعاليق ولي لايك، ونتلاقاو في قصة أخرى إن شاء الله. السلام.